خوتي مغاربه، السلام عليكم. شفتوا البلاغ الصحفي اللي صدرت المندوبيه العامه للسجون والبارح بخصوص الاكتظاظ اللي عندنا في السجون المغربيه. رقم قياسي، رقم خطير، 100,000 مغربي يقبعون في السجون المغربيه. الطاقه الاستيعابيه ديال السجون المغربيه هي 64,000 سرير. 64,000 سرير، يعني عندنا النص كله تقريبا كينعس غير في الارض في ظروف مزريه. البيان ولا البلاغ الصحفي ديال المندوبيه العامه للسجون كتكلم على غير السجن ولا ديال الدار البيضاء بان كاينه 10,877 والطاقه الاستيعابيه ديالو هي 3,800. ثلاثه د المرات ولا اربعه د المرات. مصيبه. شوفوا الناس والظروف ديال السجن. هذا البلاغ الصحفي انا غادي نحيي المندوبيه العامه للسجون وغادي نحيي واحد الرجل اللي قدم كثير بالرغم من الانتقادات اللي كيوجهوا ليه بعض الاخوان وبعض المواقع ديال التواصل وحتى بعض الصحف. هو سي تامك صراحه كيدير خدمه زوينه، وهذا السيد معروف بوطنيته كيفنا كاملين وما كنزيدوش في الوطنيه على شي واحد، لكن ككفاءه تحيه للتامك، تحيه للتامك. لان تصوروا معايا راه ماشي سهله باش في المغرب تخرج مديريه السجون وتقول وك عباد الله، وك عباد الله، راه 100,000 سجين عندي. كتعرفوا في العوامات يعني شحال هذه، راه ما كانش ممكن مندوبيه السجون تدوي وتقول هادشي وتقول للقضاة يا ودي راه عندكم مشكل وما تبقاوش غير كتصيفطوا. شوفوا الحل، كيخرجوا القضاة في بيان لهم البارح وكيقولوا يا ودي هادشي تدخل في القضاء. اسمحوا لي، ماشي تدخل في القضاء. اولا السجن الاحتياطي عندنا كارثه في المغرب، كارثه في المغرب. كتعرفوا كندمروا عائلات، كندمروا ناس مواطنين، كندمروا حياتهم. واحد جوج صيفطوا وكيل الملك جالس طق سير على ذمه التحقيق 4 شهور 5 شهور 6 شهور عام 48 ساعه 60 ساعه. اوه بزاف. كاين اللي ما داير حتى حاجه ولا يستحق حتى 48 ساعه ديال السجن ولا يمشي للحراسه النظريه وكيصيفطوه. كاينين وحالات كثيره، داكشي بزاف. اللي ما كيعرفوش رئاسه النيابه العامه ان ملي كتصيفط شي واحد 48 ساعه حراسه نظريه ولا كتصيفطوه على ذمه التحقيق وعنده جميع الضمانات والقضيه ديالو ما كاينش حجج انه داير شي حاجه وكتصيفطوه للتحقيق وكيبقى في السجن 6 شهور و7 شهور و3 شهور ولا غير نهار، دمرتوا حياته. وإلا كان راجل ولا امراه يعني مزوجين، دمرتوا ديك المراه عائلتها ودمرتوا لذاك الراجل عائلته وولادو، خرجتوا على المجتمع. كنتمنى من رئاسه النيابه العامه يدوروا هادشي في راسهم. انا كنحيي تامك على الجرأه ديالو وعلى المواطنه ديالو. ماشي سهل باش تصدر بيان بحال هكا، ماشي سهل. السيد دارها وقاد، السيد دارها وقاد. كتعرفوا 100,000 سجين بالمغرب، 100,000 سجين، حنا 39 مليون. غادي نمشيو لفرنسا، هما تقريبا 68 مليون حتى 70 مليون فرنسي، فرنسا مواطن عندهم 90,000. اسبانيا هما تقريبا 50 مليون عندهم 55,000 سجين. ايطاليا هما 60 مليون 58,000 سجين. كوريا الجنوبيه هما 52 مليون عندهم حوالي 55,000 سجين. ما غنتكلمش على المانيا، ما غنتكلمش على هولندا، ما غنتكلمش على الدول السكندناف اللي السجون كيسدوا فيهم، ما بقاوش عندهم سجناء، ما عندهمش. علاش؟ لانها مجتمعات ناجحه، لان لو موديل التنموي ديالهم ناجح، بلدان ناجحه. حنا اليوم 100,000 سجين عندنا في المغرب، راه ما خصناش نمشيو للاجرام باش نعرفوا راه 100,000 ماشي كلها هزه الجناوه و100,000 كتقتل و100,000، لا، راه فيهم بزاف الناس مثلا اللي كتلقاه مسير شركه وخدام وعطى شيكات على شكل ضمان. المغرب كله كيعطي شيكات ضمان باش تاخذ السلعه، وناض واحد نصب عليه ولا شركه ما خلصاتوش ولا خدم مع الدوله. كاين امثله كثيره اللي خدا صفقات مع الدوله وقال غادي نديكولي والدوله غتخلصني وطمعوه، الدوله جرجراته دفعوا له الشيكات، لقى راسو في الحبس. كاينين الناس اللي غار على النفقه
لان كورونا جات، لان البلاد رجعات تنمويا واقتصاديا، ورب الاسره ما لقاش كيفاش يدير باش اولادو، عطى الطلاق، عطى بزاف ديال الحوايج، لقى راسو في الحبس. كاينين الناس اللي الخيانه الزوجيه مثلا، والخيانه ما متبوتاش وشي حوايج بحال هكا، هاد التفاهات خصها تحيد من المجتمع ديالنا، ماشي من المجتمع، خاص القضاء ديالنا يجتهد. وانا مع وهبي في بزاف ديال الحوايج وزير العدل اللي بغى يديرهم لتفادي هذا الاكتظاظ في السجون ديالنا. انا ما كنتكلمش غير على الاكتظاظ، راه كل واحد صيفته للحبس دمرته حياته، كل واحد صيفته للحبس هرستو عائله. راه هذا هو اللي بغيت نقول لكم انايا، راه ماشي قضيه راه في الحبس ولا الحبس، لما كتدخل ليها كتخرج مجرم، كتعرف لي تكنيك. الادماج ديال السجناء ذاك النهار دوزت لكم واحد كان باغي يقتل قايده عندنا هنا في اكادير، ومعيط ليا في التليفون وكيقول لي انا احسن لي الحبس من برا، ما ولفتش برا، لان مدوز 31 عام ديال الحبس السيد، ما ولفش برا، ما داروش ليه الادماج، واحد المواكبه نفسيه وهذا، ويوجدوه باش يخرج. ما عندناش هذا الشيء، كيدخل على جريمه كيخرج محترف. هادو بالنسبه للمجرمين. ارانا دابا الناس اللي ما خصهمش يكونوا في الحبس، ما خصهمش يكونوا في الحبس، بزاف بزاف بزاف، كندمروا العائلات، كندمروا هذا المجتمع. انا رسالتي لرئاسه النيابه العامه، انا رسالتي الى السيد وزير العدل، انا كنحييك زيد في هذا الشيء اللي بغيتي دير من ناحيه ديال بالحراسه النظريه اللي ما غاديش تبقى يعني الا في الامور اللي هي خصها تكون حراسه نظريه والسجن الاحتياطي، وما نبقاوش نصيفطوا الناس للحباسات. 100,000 مواطن مغربي في السجن، رقم خطير بزاف، عاد رقم خطير. راه خصنا نعرفوا بان هذا الرقم هذا عنده واحد الضريبه مجتمعيه، المغرب كله كيخلصها، المغرب كامل كيخلصها 100,000. وهذا الشيء ما كنتكلمش على اللي دوزوا 3 شهور وخرجوا، دوزوا عام وخرجوا، هذه 100,000 كاينه دابا. وهاد 100,000 راه بحال لوزين داخله، هادو شي خارج شي داخل وشي خارج، واش هاد المغاربه كلهم غيمشيو للحبس؟ وهنا علاش وصلنا لهاد هادي؟ لان عندنا مشاكل اقتصاديه، لان سوء تدبير المغرب اقتصاديا. راه كنقولها ديما، لما كيكون الاقتصاد منتعش وغادي في الطريق الصحيح، كاين الامور اللي هي اجتماعيه كتبع. كل ما كان الاقتصاد مدقدق كيكون عنده عواقب اجتماعيه في المغرب. وغادي نرجع لسبب هذه المصيبه كلها، هي اخنوش. هو اخنوش علاش؟ لان منذ 10 سنين اللي فاتت هو كيتضارب مع العداله والتنميه مطاحنين، لانه هو عنده فكره في راسو باغي يوصل للحكم في المغرب، وغادي نحيد الاسلاميين، دار العصافر الرويضه، سماهم الاسلاميين الارهابيين، ما خلاو ما قالوا فيهم. العصافر الرويضه هو ما عارفش بان ماشي انا كنطيح العداله والتنميه، هو طيحتي المغرب كامل، ريبتوه. ضيعنا 10 سنين اللي فات ديال الحرب بيناتكم على المغرب في التنميه ديالو. النتيجه 100,000 مواطن مغربي كاينه في السجن. غير هذا الرقم القياسي خاصو هنا عند المسؤولين المغاربه في مدينه الرباط. عافاكم، 100,000 مواطن مغربي تقبع في السجون، رقم قياسي، رقم تاريخي. دول متقدمه ما وصلوش لهذه الارقام هذه اللي احنا واصلينها، ومازال غادي تزيد لقدام، لان الازمه الاقتصاديه غادا وكتضرب، المعيشه غادا وكتغلى، ومازال هذا الرقم يمكن يطلع ل 150,000 و200,000، لان الامور لا تبشر بالخير.